بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنعمل المندي العربي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنعمله في الفرن وبيبقى أحلى من بتاع المطاعم، وأي حد داق مندي برا ياريت يجرب المندي اللي احنا هنعمله في البيت ويشوف ايه الفرق بين الاتنين بطريقة مبسطة وسهلة جدا. وهنعمل معاه كمان العيش المبهر اللي كلنا بنحب ناكله في المطاعم، وهو أساسا بيتعمل في البيت بطريقة سهلة ومبسطة جدا، ولكن للأسف كتير جدا جدا مننا ما يعرفش هو بيتعمل ازاي. في البداية عندي هنا الفراخ. أولا الفراخ أي نوع فراخ انتي بتعمليه، فراخ بيضة، فراخ بلدي، فراخ حمرا، أي نوع بيمشي معانا. انا عندي ولادي بيحبوا الصدور الفيليه، فانا دايما كل شغلي بيبقى على الصدور الفيليه لان ولادي دايما بيحبوها. بجيب هنا بصلة ببشرها من الناحية الناعمة جدا، وبحط عليها ذرة ملح، ذرة فلفل اسود، وعصرة ليمونة، وبجيب الفراخ عندي وببدأ اقطعها التقطيعة اللي تحبيها. انا عندي بفضل التقطيعة دي افتحها كده من فوق 3 فتحات وانزل ببوز السكينة لجوه علشان اضمن ان التتبيلة هتدخل جوه الفراخ من جوه. طبعا دي مش التتبيلة الأساسية، دي يدوب بس مجرد ان انا بتبل الفراخ تتبيلة كده، يعني لو في اي زفارة مجرد تنظيف للفراخ. بحط عليها التتبيلة دي وبسيبها على جنب حوالي نص ساعة. بعد كده بجيب عندي الرز هنا. الرز يعني كوبايتين ونص كده من الرز، بغسلهم كويس جدا وبحط عليهم مية وبركنهم. ده طبعا رز بسمتي. بعد كده بقى أهم حاجة عندنا هي البهارات. معلقة صغيرة من اللي أنا هقوله: كاري، كركم، قرنفل، قرفة، وجنزبيل. 5 معالق من اللي أنا قلتهم دول. بضيف عليهم بقى، بس للأسف أنا اكتشفت وأنا شغالة إن هو مش عندي الأول في الآخر. اللي أنا حطيتها دي، معلش أنا آسفة، معلقة من البابريكا. يبقى كده أنا حطيت 6 حاجات وبقلبهم مع بعض كويس جدا. ولكن اللي انا اكتشفت ان هو مش عندي، ولا لو عندي هحطه: معلقة صغيرة برضو من الحبهان المطحون والورق اللورا المطحون. ده بتجيبيهم من اي عطارة بيبقوا متوفرين. حبهان مطحون وورق لورا مطحون لو موجودين هحط معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة وهعملهم مع الميكس اللي احنا عملناه. بعد كده ببدأ إن أنا أقسمهم قسمين: قسم للفراخ وقسم للرز. القسم بتاع الرز بزود الملح بتاعه شوية، والفراخ بقلل الملح. الفراخ هزود عليها فلفل اسود. اجي هنا بقى، لان انا ما عنديش حبهان مطحون وورق لورا مطحون، فاضطريت ان انا اجيب صحيح وهحطه مع التتبيلة بتاعة الرز فقط. لو عندي مطحون طبعا بحط مطحون، وكده الفراخ والرز اخدوا من الاتنين. ببدأ هنا أجيب بقى التتبيلة بتاعة الفراخ. عندي هنا حوالي 3 معالق صلصة بحطهم في طبق وأحط عليهم ميكس التوابل اللي احنا عملناه. وبعد كده كوباية زبادي. الزبادي بتطري لي أنسجة الفراخ وتخليها ما تنشفش معايا في الفرن. وضروري جدا معلقة زيت، معلقة أو معلقتين كده من الزيت. الزيت والزبادي مهمين جدا علشان هم دول اللي بيطروا لي الفراخ. بعد كده ببدأ أمزجهم كده مع بعض بشكل كويس بالمضرب اليدوي. وبجيب الفراخ بتاعتي ويعني زي ما بيقولوا ايه، أغمسهم كده جواهم. الأول أنا بتخلص من البصل القديم اللي موجود ده عليهم، وببدأ أحطهم في الميكس اللي احنا عملناه ده. هو ده سر المندي، التوابل والخلطة دي هي دي سر المندي. خلاص كده ببدأ ان انا اجيب الفراخ واركنها على جنب، وابدأ اجهز الرز بتاعي. الرز البسمتي زي ما عملنا مع بعض قبل كده، بجيب حباية جزرة كبيرة، ما كانش عندي كبير جبت حبايتين، وببشرهم كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده حباية فلفل واحدة بس كده بشرتها. وبعد كده حباية من البصل. بعمل ببشر ال3 أصناف دول وبسيبهم على جنب. عندي هنا في مقلاية بحط يدوب يعني أنا شوية زيت، حتة سمنة. وبعد كده بجيب حتة سمنة بلدي. هو الرز البسمتي بيحب السمنة أكتر، فعشان كده يعني زودي السمنة عن الزيت. في ناس كتير بتحط التوابل الأول، ولكن ده غلط يا جماعة. المفروض إن احنا بنحط البصل
وال والحاجة اللي إحنا بشرناها، البصل والجزر والفلفل اللي إحنا بشرناهم، وبعد يعني بادّيهم تشويحة كده في السمنة اللي معايا، وبعد كده بانزل بالتوابل بتاعتي أحطها كلها عليهم، واديهم تقليبة واصبر عليها لغاية ما أبدأ أشم الريحة. أول ما أبدأ أشم الريحة يبقى هي كده، يعني إيه، أنا مش بخليهم، هم من نفسهم هيتبلوا أساسا من هنا لغاية ما الريحة بتاعتهم تبدأ إن هي تطلع. بعد كده هقوم أجيب الرز بتاعي. الأول أنا هوريكم هنا حاجة، هي دلوقتي خلاص الريحة بدأت تطلع معايا اهو. شوفوا بقى النار عندي هنا شغالة، أنا طفيتها، أنا طفيت النار. ما تحطيش الرز على الشعلة وهي شغالة، بتطفي الشعلة وبعد كده بتجيبي الرز بتاعك وتحطيه على الميكس، أو المقلاية بتاعتي صغيرة بجيبها وبحطها في الحلة على طول. طبعا دي حلة لازم براعي إن هي ينفع تدخل الفرن، إيديها يعني مش من النوع اللي بيسيح، دي ينفع تدخل الفرن. بمزج الخليط ده كله كده مع بعض في الحلة، وطبعا أنا حاطة الملح ومظبطة بهاراتي ودنيتي كلها تمام. كوبايتين ونص الرز بياخدوا 5 كوبايات من المية المغلية. طبعا احنا كلنا يعني دي اصبحت متواجدة في كل البيوت دلوقتي، الصينية اللي هي بتدخل الفرن اللي هي الشواية، الصينية ومعاها الصفاية بتاعتها من فوق. انا ما عندي انا عندي الصينية، بس الكمية اللي انا عاملاها مش مستاهلة ان انا اطلع الصينية، فبعمل ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده، جبت الحلة وحطيت عليها ورقتين من الفويل. لو هتعملي في حلة يبقى ورقتين فويل يا جماعة، بلاش ورقة واحدة، لأن لو ورقة واحدة هتبقى خفيفة وهتاخد الفراخ وتسقط منك في الحلة. وبجيب هنا الشوكة وببدأ إن أنا أفتح من فوق كده، بسايس الورقة بالشوكة بشكل بالراحة خالص، بحيث إن البخار بتاع الرز لما يبدأ يطلع هيطلع على الفراخ وهيسويها، زائد إن التوابل هتنزل من الفراخ برضو على الرز، هيديه تيست حلو جدا. وبعد كده جبت البخاخة بتاعة الزيت وقمت رشة كده على وش الفراخ، لأن بخة الزيت دي مهمة جدا علشان تخلي الفراخ معايا طرية. وببدأ أدخلهم الفرن، يعني بحطها مش في النص، يعني على بحط الشواية بتاعتي فوق أرضية الفرن البوتاجاز بناحية واحدة على طول. ساعة وربع بالظبط على درجة حرارة 180 أو 200 على حسب الفرن بتاعك، 180 أو 200. ويدوب هما بيقعدوا في الفرن ساعة وربع بالظبط. بعد ساعة وربع هنشوف هنعمل ايه. في خلال الوقت ده أنا عندي هنا بقى شوية زيت كده على النار، وبجيب رغيف عيش وببدأ أقطعه كده التقسيمة اللي انتوا شفتوني بقطعها بيها بالمقص بتاع المطبخ، وببدأ إن أنا أحمره على النار. اول ما اخلص الكميه بتاعتي، بصي شويه كمون صغيرين كده في ايدك، عليهم ذره ملح خفيفه، وامزجهم كده مع بعض وانزل بيهم على العيش وهو سخن. وببدأ ان انا امزجهم كده مع بعض، بحيث ان ايه الكمون والملح يعمل ميكس مع العيش كله. دلوقتي هنا بعد ساعة وربع بالظبط هجيب وهفتح، زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الجمال، الفراخ استوت وبقت زي الفل. هدخلها الفرن على الشواية بقى من فوق، يا دوب تاخد لون وتطلع. في الأثناء دي أنا بكون بعمل فحم على النار. لما بحطها على الشواية تاخد لها حوالي 5 دقايق كده على الشواية، بجيب الفحمة وببدأ أحطها على النار. زي ما انتوا شايفين كده، شلت الجمل بما حمل من فوق وحطيته في طبق. الرز زي ما انتوا شايفين مفلفل وزي العسل. بقوم اجيب ورقة الفويل، وبقى يعني انا عندي هنا 3 صدور، فبجيب 3 حتت من الفويل كده وبحطهم في جنب، وحتة فويل صغيرة بحطها في النص عشان دي اللي هحط فيها الفحم. بجيب بقى الصدور بتاعتي وبحطها كده في الجوانب، وبجيب الفحمة واحطها في النص، عليها نقطتين زيت، وابدأ ان انا اغطي واسيبها 10 دقايق لغاية ما تتشرب الفحم بشكل كويس. طب ليه انا بعمل الحركة دي؟ انا بعمل الحركة دي علشان انا عايزة الرز هو كمان ياخد من ريحة الفحم. يعني انا كان ممكن اعملها والفراخ موجودة فوق والرز تحت، بس انا عملت الحركة دي علشان انا عايزة الرز هو كمان ياخد من ريحة الفحم.
كده خلاص أنا خلصت، أبدأ إن أنا بقى أغرف الطبق بتاعي. بصي أشهى وألذ طبق مندي ممكن تعمليه وتاكليه. معاه بقى شوية طحينة كده من الطحينة بتاعة المشويات، شوية سلطات، ممكن تعملي صينية بطاطس، ممكن تعملي بطاطس متحمرة، أيا كان اللي انت هتعمليه. بس الطحينة طبعا مع الوجبة دي مهمة جدا، لأن العيش المبهر يعني مش عايزة أقولك، أنا العيال عندي يعني بيقعدوا يتخانقوا على العيش المبهر ده، بس أنا مش برضه إن أنا أتقل لهم منه كتير قوي، لأن هو متحمر في الزيت. بس يعني أنا بيبقى قلق من عندي، لكن هو حلو جدا وطعم جدا وخفيف وما فيهوش أي زيت ولا أي حاجة. أتمنى إن انتوا لو وصلتوا لغاية هنا، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتدعموا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.